ولذلك الإمام الباقر سلام الله عليه البشارة والرواية حقيقة يعني رواية بأسانيد صحيحة، ومن رواتها اللي يعتمدها ونثق بروايته السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره الشريف بفاجعة الطف كتابك. السيد الحكيم يروي أن الإمام الباقر سلام الله عليه دخل عليه وفد من خراسان، فمن قعدوا عند الإمام يقول مد رجل كبير شيبة، مد رجليه وكانت الرجلين متقرحة، شلون شبابنا هسه واهلنا وناس رجليهم تبطبط تتقرح من هذه. فقال له ما هذا، شنو الموضوع؟ قال له سيدي انا جئت من خراسان وما عندي راحله، فقير يعني، واجيت بعد تدري بعد كثبان رمليه وحصى والارض متغيره وهذا الألم. قال له من الذي جاء؟ قال والله ما جاء بي إلا أحبكم أهل البيت، أحبكم اجيت. يقول التفت إلى الخراساني قال أنت معنا، ويروي الشيخ القرشي ترى بالمناسبة رحمة الله عليه الشيخ باقر القرشي، قال له أنت معنا، ترى يعني مو سهلة، معصوم ويقول لك أنت معنا. قال له أنت معنا، فطار الخراساني فرحا، قال له سيدي معكم أهل البيت؟ قال وهل الدين إلا الحب؟ هسه خلينا نحلفهم كل الواقفين، ايش جايبهم غير الحب؟ اي والله الحب. اكو مصلحه؟ سيطر العشق على كل العقول. لا بالعكس، هم جاي يخسر مال، مو صحيح ولا لا؟ وجاي ممكن يتعرض لارهاب لو ما يمكن. هاي السيارات اللي يمنا كلها مفحوصه كلها مشوفه، ممكن ان يتعرض لارهاب، لكن مع كل هذا جاي بحب الحسين.